السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم بأسلوب بسيط للغاية جدا جدا عن نظام تشغيل لينكس. يعني ايه لينكس وايه الفرق طيب ما بينه وما بين الويندوز؟ دلوقتي لو انت بتستخدم جهازك كل يوم، اللابتوب بتاعك او البي سي بتاعك العادي، لو بتستخدمه كل يوم فانت المفروض تبقى عارف الويندوز. يعني ايه ويندوز؟ نظام التشغيل على حسب الفيرجن بتاعته، كان 7 كان 8 7 11 12 او 9 او ايا كان الفيرجن بتاعته اللي انت بتستخدمها. يا اما بنشتريه بفلوس، يا إما بيكون باجيب له كراك. يعني إيه كراك؟ يعني هو سوفت وير صغير كده بسطبه عندي، بيدخل يخترق أو بيدخل يعدل ملف من ملفات السيستم عشان يخلي النسخة بتاعتي ما تقعش. هل ده سليم؟ أكيد مش إجراء سليم، لأن أنا مضمنش البرنامج اللي أنا بسطبه عندي ده ممكن يدخل لي فيروس ما في الجهاز بتاعي. وطبعا احنا nowadays احنا في غنى تماما تماما عن ان اي فيروس جديد يدخل جهازي وانا معرفوش. طيب الويندوز دلوقتي زي ما احنا شايفين هو سهل في كل حاجة بالماوس، بشتغل عليه الماوس بحركه، ستارت منيو بسيرش عليها عن اي حاجة انا عايزاها، ايكونز عمالة تتحرك وملونة ويمين وشمال واللي انا عايزاه كله انا بفتحه. طيب ويندوز فيه كل حاجة بسيطة زي ما قلنا، لكن لينكس هو نظام أقوى. طب إيه الفرق الكومون قوي أو الفرق المشهور قوي ما بين ويندوز وما بين اللينكس؟ أول حاجة إن لينكس هو open source. يعني إيه اللينكس ده open source؟ يعني مفتوح المصدر. يعني ادخل على اي سيستم، ادخل على الويب سايت بتاع لينكس، نزل ملفات السيستم كلها اونلاين مفتوحة المصدر، يعني نزلها فور فري. يعني المبرمجين اللي عملوا السيستم ده، ما هو السيستم ده عبارة عن ملفات متبرمجة أو برمجة أو كودينج، ادخل نزلها براحتك خالص، عدل عليها زي ما انت عايز واعمل فيرجن جديدة زي ما تحب براحتك خالص وبمزاجك. طيب بيستخدموا الناس المبرمجين، بيستخدموا الناس الادمنز على السيستم، بيستخدموا كمان كتير الناس المتخصصة في السايبر سيكيورتي. طب الفرق كبير ما بينه وما بين الويندوز. اول حاجة لينكس بيديك تحكم كامل في كل حاجة في النظام، لكن عن طريق التيرمينال. ايه التيرمينال؟ اللي هي الشاشة السوداء. طب هي التيرمينال الشاشة السوداء دي انا ممكن اجيبها هنا منين؟ عارفين السي ام دي؟ حاجه اسمها السي ام دي في ويندوز، اللي هي الشاشه السوداء بتاعتنا دي، اللي احنا بندخل اعمل منها اي كوماند بكتبه، اسمها التيرمينال او الكوماند برومبت زي ما مكتوب هنا فوق. دي الشاشه السوداء بتاعت الويندوز، لكن الشاشه السوداء بتاعت اللينكس فهي مختلفه، اسمها التيرمينال. ودي اللي احنا هنشتغل عليها في الكورس بتاعنا، اغلب الكوماند بتاعتنا او الاوامر بتاعتنا. طيب حاجة كمان عايزة أقولها عن اللينكس، غير إن هو مفتوح المصدر أول حاجة وغير إن هو مجاني طبعا، في إحصائية بتقول إن أكتر من 90% أو إن 90% من الكلاود سيرفر مبنية على اللينكس. ليه أكتر من 90% من الكلاود سيرفر؟ يعني سيرفرات دلوقتي nowadays الأيام دي مبنية على اللينكس. ليه طيب؟ عشان السكيورتي بتاعته أعلى، عشان هو أقوى. طيب خلينا نبدأ مع لينكس كده خطوة بخطوة، ونقول في شوية حاجات لذيذة كده وبسيطة خالص. خلينا نقول كمان ان انت لو عايز تتوظف في لينكس، هو ليه وظائف زي وظائف الاوبريتنج سيستم العادي بالظبط اللي هو الويندوز. لازم تبقى لينكس يعني في بعض الوظائف زي لينكس انجينير، لينكس كلاود انجينير، في لينكس سيستم ادمنستريتور، في لينكس سيستم اناليست، في لينكس ديفلوبر، زيها زي السيستم العادي. لو بصينا كده، اول حاجه شكل لينكس المتعارف عليه اللي هو شكل البطريق. طيب لينكس اسمه لينكس، اول ما نزل في العالم كان اسمه لينكس، اول ما اخترعوه كان اسمه لينكس. طب بعد كده بقى اسمه ايه؟ بقى في منه فيرجن. يعني ايه بقى في منه فيرجن؟ فيرجن دي يعني انا قلت لكم في الاول ان هو مفتوح المصدر، يعني اي شركة او اي جهة تقدر تدخل تحمل ملفات السيستم بتاعة اللينكس دي وتزود عليها شوية تولز وشوية ابلكيشن خاصة بيها عشان توافق محتويات العمل بتاعتها، وتسميها نسخة جديدة. زي ايه؟ زي اوبونتو، زي فودورا، زي حاجة اسمها ارك، زي باروت اوبريتنج سيستم، زي ديبيان، زي الاوبونتو ميت، زي ايه كمان المتعارف عليه؟ في كالي لينكس كمان، ده مشهور قوي للنتورك. فدلوقتي في سنتوس، في كتير جدا 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 من الفيرجن اللي نزلت من اللينكس، كلها تحت مسمى لينكس. يعني هي كلها تحت الشركة بتاعت لينكس، لكن زودوا عليها مجموعة من الابليكيشن ومجموعة من التولز وعملوا منها فيرجنز مختلفة شوية. بس مختلفة في ايه؟ في بعض التولز والابليكيشن انها اتضافت عليها. قلنا لينكس بيستعمل كتير للكلاود سيرفر. ليه؟ لان هو اقل عرضة للاتاكس، بنستعمل عليه
الكوماند لاين او السي ال اي اللي هي الشاشه السوداء اللي قلت لكم عليها. طيب اللينكس هو اوبريتنج سيستم، اللينكس هو اوبريتنج سيستم. طب عشان اشغل اللينكس عندي وانا شغاله ويندوز، معلش ما هو انا ما اعرفش، انا مش متعلمه لينكس وما بعرفش اشتغل لينكس كده على طول من البدايه. طب اجرب اتعلم عليه ازاي من غير ما اوقع نسخه الويندوز بتاعتي واسيب نسخه الويندوز بتاعتي زي ما هي، وادخل اتعلم على اللينكس براحتي وبمزاجي خالص واعمل اللي انا عايزه واوقع براحتي وابوظ الدنيا براحتي فيه من غير الجهاز بتاعي ما يتاثر تماما؟ لازم اسطب عندي حاجه اسمها فيرتشوال ماشين. يعني ايه فيرتشوال ماشين؟ خلينا كده لو كتبنا هنا عشان بس، او فيرتشوال بوكس، يا فيرتشوال ماشين يا فيرتشوال بوكس. عايزه اجيب لكم صوره مقربه. فيرتشوال بوكس ده خلينا نقول ان هو عباره عن صندوق، بوكس كده انت بتحط جواه نسخه. بس كلمه فيرتشوال دي، فيرتشوال يعني خيالي افتراضي، هو بياخد جزء من الهارد بتاعك كانك بتسطب برنامج بالظبط، وبتختار المكان اللي انت عايز تسطبه فيه على السي، على اي بارتيشن تاني على الجهاز بتاعك، وبتقول له انا عايز انزل الفيرتشوال ماشين او الفيرتشوال بوكس. هو في انواع، في فيرتشوال بوكس وفي فيرتشوال ماشين. طيب في برامج تانية ممكن، بس خلينا نبقى ملمين بس بدول. طيب احنا بننزل الفيرتشوال بوكس اللي هو انا منزله بتاع اوراكل فيرتشوال بوكس. ده بيعمل ايه؟ ده بمجرد برنامج، هو برنامج انا مسطباه عندي زي اي برنامج، بس هو بيتيح ليا كاني عامل مكان اخبي فيه نسخه اللينكس اللي انا عايزه اجرب فيها شويه الاوامر. لان انا مش عايزه اشيل نسخه الويندوز من عندي، انا عايزه افضل الجهاز يفضل شغال على الويندوز عندي. طب لو عايز الجهاز يفضل شغال النسختين مع بعض، وقت ما يبقى مزاجك عايز تشتغل ويندوز يقوم، وقت ما مزاجك يبقى عايز تشتغل لينكس يقوم، عادي جدا طبعا بتسطب لينكس زيه زي اوبريتنج سيستم عادي، الاتنين يتسطبوا مع بعض. ولما تيجي تعمل باور اون للجهاز او تشغل الجهاز، يجيب لك في البدايه اختيارين، انت عايز تدخل بنظام الويندوز ولا عايز تدخل بنظام اللينكس. لكن انا في الحاله دي انا مش عايزه غير ان انا اجرب مجموعه من الاوامر في الكورس بتاعنا، فبالتالي انا استعملت الفيرتشوال ماشين او الفيرتشوال بوكس اللي هي دي مجرد برنامج بيعمل لك زي مكان كده يخبي لك جواه نسخه تانية، لكن الجهاز هيفضل شغال بالنسخه الاساسيه بتاعتك تماما، ملوش دعوه بنسخه اللينكس دي خالص. انا دلوقتي سطبته كبرنامج، المفروض يجي لي هنا اول حاجه فايل نيو او اعمل او ماشين نيو، اد نيو ماشين، نيو او اد نيو ماشين، ان انا اضيف عليه ماشين جديده. يعني انا بقوله ان انا عايز اضيف لو سمحت نسخه جديده. ولما بضغط على نيو، في فيديوز كتير بتشرح ازاي تسطب فيرتشوال بوكس او فيرتشوال ماشين، ده مش الكونتنت بتاعنا عشان ما نطولش محتوى الفيديو، خلينا نتكلم بس في المهم. هنا بتسميها، بتختار المكان، بتختار التايب بتاعها نوعها ايه، هي لينكس ولا سولاريس ولا انظمه اخرى. فهي مثلا في حالتنا دي هتبقى لينكس، بيقول لك طب نوعها ايه بقى من اللينكس، الفيرجن بتاعتها ايه. دي الفيرجنز المتعارف عليها اللي قلت لكم عليها. بصوا كده معلش بعد اذنكم معايا سريعا، في لينكس في حاجه اسمها ديبيان، وعلى حسب البروسيسور بتاعك هو 32 ولا 64. ديبيان في منها 100 نوع، في دورا في منها اكتر من نوع، وفي انواع كتير. في اوراكل لينكس كمان، اوراكل شركه اوراكل العظيمه جدا طبعا عملت لينكس خاص بيها لوحدها. في نسخه اسمها ريد هات ومتعارف عليها، في سولاريس، في اوبونتو، في انواع ايه تاني متعارف عليها، كفايه كده. بيقول لك اختار التايب اللي انت عايزه ولا هو اذر، فبنختار التايب وبنكمل معاه نيكست، وبتقول له انا عايز اديها مساحه قد ايه من الهارد ومساحه قد ايه من الرام. في فيديوهات كتير على اليوتيوب بتشرح المحتوى ده بكل سهوله، وسهل جدا ان انت تضيف ماشين. طب دلوقتي انا ضفت الماشين عندي وانا حبيت ان انا انزل كالي، لان انا مهتمه الى حد ما بالسايبر سيكيورتي، فانا كالي بتهتم بموضوع النتورك وان انت تعمل مونيتورنج على النتورك، فانا نزلت الكالي. طب بعد ما بنزل الكالي جوه البوكس، يبقى انا كده كاني سطبت نسخه جوه صندوق كده صغير في مكان في الهارد بتاعي. هل الويندوز بتاعي اتاثر؟ لا، انا لما بعمل شات داون وباجي افتح تاني هو ويندوز بس اللي بيفتح. ليه؟ لان فيرتشوال بوكس ده برنامج متسطب جوه الجهاز عادي، زي الباوربوينت المتسطب عندك، زي ملف الوورد، زي اي برنامج انت مسطبه عندك جوه. بعمل ايه هنا؟ بقول له ستارت. لما بتقول له ستارت الماشين دي بيبدأ يقوم لك فيرتشوال ماشين، يعني يشغل لك نسخة مش موجودة، عن يعني نسخة موجودة ومش موجودة، هي موجودة بشكل فيرتشوال، بشكل تخيلي، عشان بس تدخل تجرب عليها مجموعة من الأوامر اللي احنا هنجربها دلوقتي.